وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هيكون ده القاعده اللي ننطلق منها في هذا الحوار مع الدكتور كريم جمال مدرب التغذيه الصحيه. اهلا بك يا دكتور، كل سنه وانت طيب، ونوه الساده المشاهدين ان هذه ايضا تغطيه على قناتي اون تي في واون تي في لايف. اهلا بك مره اخرى. كل سنه وحضرتك طيب، وكل مصر والامه الاسلاميه بخير ان شاء الله. عيد جميل وعيد سعيد علينا يا رب ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. وخليني ابدا معاك يعني دايما بيكون عيد الاضحى مناسبه مرتبطه حقيقه الامر اصلا بتغذيه من نوع معين، وهي البروتينات والذبح وغيره بقى من الاضحيات اللي يعني احيانا بتكون لها جوانب سلبيه وجوانب ايجابيه كتير. نوعيه الاكل اللي بنتناوله في عيد الاضحى ايه مميزاته؟ ازاي ممكن نستغله بشكل اولا يكون فايده لصحتنا؟ يعني فايده اللحوم بشكل عام ايه، وخاصه اللي عندهم امراض مختلفه؟ زي ما حضرتك ذكرت ان عيد الاضحى بالذات هو مناسبه دينيه مرتبطه بنوع معين من الطعام، وهو البروتينات واللحوم بشكل خاص. ولكن لما نيجي نلاقي عشان يعني لهذا السبب هتلاقي ان معظم اكل المصريين او عامه في الامه الاسلاميه في هذا العيد مرتبط باللحوم واللحوم الحمراء كمان بالذات. هنلاقي ان اللحوم الحمراء ليها فوائد كتير جدا جدا. هي اكتر مصدر غني للبروتين الكامل اللي بيمد جسم الانسان بالمواد البنائيه اللازمه عشان خاطر يبني الجسم ويبدا يعمل في الوظائف بتاعته اللي هو محتاج ان هو يقوم بيها. وهنلاقي ايضا كمان ان اللحوم الضاني اللي هي بقى من ذبح الخروف او كده، هي اشهر نوع من انواع البروتينات اللي موجوده، او من اشهر انواع اللحوم اللي بيتم تناولها في عيد الاضحى المبارك. لو جينا بصينا للحوم، يعني غير ان هي كمان فائدتها في مصدر للبروتين، هي كمان مصدر ممتاز جدا للحديد. ولهذا دايما بننصح مرضى انيميا نقص الحديد ان هم يتناولوا اللحوم الحمراء بشكل كبير، لان هي بتمدهم بنسبه كبيره جدا من الحديد بيعوض النقص اللي عندهم، وخصوصا كمان لحوم الاعضاء الداخليه زي الكبده وزي المخ وزي بقيه الاعضاء الداخليه. طيب يعني بالشكل العام كده من الخارج يبدو مفيد وصحي، والبروتينات حتى مفيده لاصحاب اللي كل الشباب بيلعبوا رياضه وغيرهم بشكل عام، مفيده زي ما حضرتك ذكرت اللي عندهم امراض مختلفه. ويعني